بقول لكم ايه، في ظل غلاء اسعار الفرايد تشيكن والمطاعم بقت اسعارها نار، ما تيجي النهارده نجرب شركه كده منزله منتج فرايد تشيكن، والشركه دي محترمه جدا. شركه نوري. هنجرب الفرايد تشيكن بتاعها ونشوف يا ترى هي تستاهل سعرها ولا لا. العبوه دي فيها 9 قطع ب 200 جنيه. هنشغل الاير فراير على 180 لمده 25 دقيقه، ونقلبها طبعا من وقت للتاني، ونشوف محتاجه سوا تاني ولا لا. وهنعمل لكم جنبيه كول سلو عامل زي بتاع المطاعم بالظبط. هنجرب ونشوف الطريقه وان شاء الله تنجح معاكم وتظبط. المكونات بتاعت الدريسنج بتاعت كول سلو: هيبقى معانا مايونيز هناخد منه 3 معالق كبار، ومعانا خل تفاح، وبابريكا هنحط منها تاتش صغير، والبصلايه الصغيره دي هناخد نصها فقط لا غير، مش هناخدها كلها. وهنحط عسل. ما عندكش عسل عادي برضو ممكن تحط سكر. هنبدأ بالدريسنج بتاعنا. معانا معلقة، 2، 3 مايونيز. هنحط سنس خل تفاح، مش اكتر من كده. هنحط رشة بابريكا صغيرة، وهنحط حبة عسل. ومعانا البصلاية الصغيرة مبشورة، هننزل بيها على الدريسنج ونميكس الكلام ده كله مع بعض. ومعانا جزراية صغيرة مبشورة، ومعانا الكرنب دوت بتاع السلطة هنضربه في الكبة. هننزل بالجزر بتاعنا في بولة كبيرة، وهننزل بالكرنب بعد ما ضربناه في الكبة. اتضرب ناعم كده، مش ناعم قوي برضو يعني. هننزل بالدريسنج بتاعنا على السلطة، ندوق ونشوف يا ترى وصلنا الكي اف سي ولا لا. بسم الله. جامده قوي، محدش غير فيها حاجه، هي زي ما هي يعملوها كده بالطريقه دي. بعد مرور حوالي 20 دقيقه، بص منظر الفرايد تشيكن بقت عامله ازاي. لسه طبعا هنسيبها حوالي 5 دقائق تاني على الجنب التاني. ونيجي لاهم لحظه، نبدا نشوف بقى الفراخ دي تستاهل ولا لا. الجناح ده احنا قليناه في الزيت. طبعا احنا قلنا جناح بس، ما قلناش قطعه كبيره عشان احنا مش بنحب الحاجه المقليه قوي. ده منظره. هو المفروض ان انت تحط الفراخ على الزيت وتوطي النار. دي اللي حطيناها في الاير فراير. بص منظرها ما تفرقش حاجه عن المقليه، واحسن كمان وصحيه اكتر. نقطع كده ونقول بسم الله ونشوف الشكل من جوه. بسم الله. شايفين الشكل؟ هي الفراخ من جوه بيضه ونضيفه، تتبيله واصله بتاعتها لجوه. لا الفراخ نضيفه. ندوق التتبيله لوحدها. بسم الله. التتبيله بتاعتها حلوه، السبايسي واضح فيها سبايسي حلو يعني، اللي بيحب السبايسي جميل قوي هتعجبه. ندوق الفراخ برضو لوحدها. امم التتبيله واصله الفراخ لجوه وطعمها حلو جدا. وندوق الفرايز بتاعتنا. احنا عاملينها في الاير فراير، هي نص مقليه بس احنا ما بنحبش نقليها تاني، بنعملها في الاير فراير برضه عشان نبقى نخف شويه من الزيوت والكوليسترول. بسم الله. والله ما تفرق حاجه عن المقليه. هندوق بقى الجناح اللي قلناه في الزيت. حلو، بس انا ميال طبعا للي في الاير فراير. ممكن لو ما عندكش اير فراير تحطها في الفرن على 180، وتسيبها على ورق زبده او على الشبكه، وتبخ عليها بخه زيت لو عندك الزيت اللي هو البخاخ ده، تبخ عليها بخه زيت وتحطها في الفرن على 180 لمده 30 دقيقه، وتقلبها من وقت للتاني. هتطلع معاك حلوه، احلى من اللي في الزيت صدقني. واللي في الزيت عشان تطلع معاك مظبوطه لازم تحطها في الزيت وبعد كده توطي النار قوي عشان تستوي، عشان ما تتحمرش من بره وتبقى نايه من جوه. ندوق بقى الكول سلو بتاعنا ونقول بسم الله.
تحفه. ولما دخلت التلاجة وسقعت بقى طعمها احلى بكتير كمان. يعني انت لما تيجي وانت بتعملها وتدوقها مش هتحس بحلاوه طعمها قد ما هتحس وهي ساقعه. وبكده نقدر نقول ان فراخ نوري لا تستاهل، وتستاهل 200 جنيه، واحلى من مطاعم الفرايد تشيكن بكتير كمان.